سلام أحبتي، سلام متابعي الكرام، سلام متابعي الغالين. عواشركم مباركة وقرب رمضان أحبتي، وتحضيرات رمضان المبارك سواء في التنظيف أو في الطبخ، تحضيرات مميزة. كما ترون طبق اليوم طبق رائع جدا، هو طاجين البيستاش على أصوله، طبق حصري جدا رائع مذاقا وشكلا. بدون إطالة تفضلوا معي إلى مطبخي. في البداية نجيبو هنايا صدر الدجاج مطحون في الأشوار، نضيفو له التوابل. بالنسبة للتوابل عندي ملعقة ملح وعندي القزبر، حسبتو شوية برك هكا نص ملعقة، الكركم، توابل الدجاج والكمون. الكمون مليح بزاف القولون. نزيدو الثوم، انا ما حبيتش نعمل هنايا البصل، هاي البصل صراحة صنع يوجعني. هنايا الثوم، نزيدو شويه تاع بقدونس، نص قطع رقيق، نديرو هنايا قطعه جبن، هنا لافاش كيري هكا. نضيفو هنا شويه تاع خبز المطحون ونخلطو كلش مع بعض. بسم الله. هاد الوصفه راهي مناسبه جدا لشهر رمضان المبارك، ادخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. هذه وصفه حصريه، قليل راهم يعملوا هاد الطاجين البيستاش. كان يديكم شويه وقت هكا، كي تعرفوا سيرتو كي تعود وحده عندها عائله يدير كميه كبيره، يديرها وقت لازمها تبدا من الصباح وهي واقفه في الكوزينه. فوالا مازال شويه جاريه، نزيد شويه هكا ندعك جيدا. لما نوضعوش البيض، باش كنوضعوا البيض يجيكم جاري بزاف. ندعكو مليح، راهي تلايمت معايا مليح. دوكا نجيبو هنايا لي سيليكون تاع البيستاشا، كاين هذا الشكل وكاين هذا الشكل يجي هكا طويل وما عندوش هذاك الخط هنايا. بون نبداو بسم الله. نشمخو هنايا صباعنا بالزيت هكا، نجيبوها هكذا على شكل بيضه، شكل بيضاوي، ونجيبو هنايا السيليكون نبسطوها بهذا الشكل. متجيش خارجه على المول، نقصو شويه هكا. نديروها صغيره حتى نكملوهم كامل بهذه الطريقه. نهار كملتهم كامل دوكا انا نوضعوهم في الفرن، انا شعلتهم من تحت، نخليهم شويه فقط يجمدوا معانا ونطفيو عليهم، ما تخليهمش يحمروا ولا ينشفوا لكم بزاف. اوكي. وهذا الحشو اللي حضرته من قبل، درت السلق دبلته في الماء ولا قرعه درت 3 حبات، ونعطيكم كامل في صندوق الوصف المقادير باذن الله. 3 حبات قرعه ليسونسيال، وعندك هنايا السلق والبصله، البصل المفروم هذيك مش تاع الحبه، هذيك الطويله هذيك الرقيقه، نقصوها رقيقه وندبلوهم مع بعضهم كامل. وضعت لهم ايضا شويه زيت عرب اكيد والثوم، نطحنوهم في الاشواط. بسم الله. كما قلت لكم مسبقا، هنايا اللون الاخضر كيفاش تحصلوا عليه من السلق والقرعه، يجيكم على اللون بيستاش. نطحنوا ونلتقي احباتي. ناني طحنت وخلص في الاشوار. هذه سكالوب فيها الجبن، فيها البصل، فيها البقدونس، الخبز اليابس المطحون، نديوها نخلطوها مع هذا السلق والقرعه، كان ميلونجيو مع بعض.
ونزيدو نوضعوهم في الاشوار ونطحنوهم هكا باش ما تجيناش وجه ابيض ووجه اخضر، يمتزجوا مليح مع بعضاهم في الاشوار كذا. اللي ما يحبوش القرعه يقدروا ما يحطوش القرعه ويوضعوا السلق فقط، واللي ما يحبش السلق العكس يوضع القرعه ما يوضعش السلق. انا صراحه ما نحبش السلق، ولكن من اجل اللون هذا الاخضر اللي يعطيني اللون تاع طاجين بيستاش وضعته. هما ياكلوا انا ما ناكلش. فوالا نجيبوا شويه الخبز اليابس المطحون لا شابليغ هكا ونطحنوهم ونلتقي. راه طاب معايا هنايا بيستاش الدجاج جاي شباب لون مليح ما خليتوش حمار بزاف. نجيبو الان الحشو ونحشوه بالجبن ايضا. بسم الله هكا نجيبو قطعه الجبن نطلقوا عليها بهذا الشكل بيضاوي على شكل بيستاشة هكا. نجيبو الثانية التي تشبهها، أين هي؟ نسقوها غير من تحت هكا. نحطو هنايا زيرو الزوائد السكينة ولا هكا لصقوها غير من تحت. كيفاش جايه شابه. نعمل معاكم واحده اخرى، هاتو غير شويه برك منديروش الحشو كبير. نجيبو قطعه الجبن نغلقوا عليها ونكورو على شكل بيستاش بالطول هكا. فوالا كيما قلت لكم نسقوها غير من تحت. نزيدو الزوائد نكملوهم كامل بنفس الطريقه. هكا ما كملتهم كامل الان نجيب نضعهم هنايا في هذا لاصوص هذا اللي كنت فيه الدجاج الكويسه اللي نحيته لاش وحد وضعته في الكوشيه الحمار لي. نضعوه هنايا بسم الله خليهم شي يطولوا مبا هكا 10 دقائق ونطفيو عليهم. اوكي هكا مرق الدجاج هذا انا يعني نتلو الحمص الحميصه اللي بغيتو نتوما وضعوا زيتون ولا جلبانه هذه في ذوقكم. فوالا نغلقوا عليها خليهم هكا كما قلت لكم 10 دقائق. وصلنا الآن إلى المرحلة النهائية وضعتنا في طبقة تقديم لاصوص مع الحمص، وعندي هنا الكويس اللي حمرته في الفرن. ودوكا نجيو نوضعو البيستاش بسم الله كنشتفوه ساير داير. ريحة البنة طالعة علي ما نقولكم ما شاء الله. هاد الوصفة جربوها شهر رمضان المبارك ان شاء الله، راكم تحمروا بها وجايكم مع عائلتكم وضيوفكم كذا. ساير داير هكذا انتهت الوصفة.
الشابة. دائما أقول لكم إن أعجبتكم الوصفة اكملوا، ضعوا لايك وتعليق محفز للاستمرارية في تقديم الوصفات، وخاصة الآن الوصفات الرمضانية الرائعة جدا. وصفة بامتياز. تفاعلوا معي أخواتي وإخواني. Goodbye.